السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل شاورما اللحمة المصري. طبعا السوري ليها طريقة والمصري ليها طريقة. معايا هنا نص كيلو من اللحمة الكندوز متقطعة شاورما. طبعا ما تكونش سمينة، ده الافضل. طبعا ممكن تخلي الجزار يقطعها لك او انتي ممكن تقطعيها. طبعا افضل حتة من وش الفخدة. معايا هنا البهارات. طبعا البهارات اللي عندك حطيها، انا مش بعتمد على نوع بهارات معين، انا بحط الموجود عندي وبتطلع جميله جدا. معايا هنا 7 بهارات وفلفل وكزبره وكمون ومرقه فوريه وشطه وكركم على كاري. هبدا انزل بيهم كده وانزل بشويه خل. طبعا الخل بيسرع السوا بتاع اللحمه، بيخليها تستوي بسرعه. عندك لبن حطي، عندك زبادو حطي، رايب حطي، اللي عندك حطي، ده اللي كان متوفر ودي الطريقة اللي انا بحبها. اقلبهم طبعا واسيبها ترتاح ساعة في التلاجة. وطبعا من الافضل ان انا اعملها قبلها بيوم ترتاح دي، يعني انا اسيبها تشرب من التتبيلة. طبعا بقى هنا انا قطعت شوية بصل جوليان على شوية فلفل وشوية قوطة. طبعا هبدأ هنا كده انزل بشوية زيت وابدأ ان انا اسيب الطاسة تسخن كويس جدا وانزل بشاورمة اللحمة. طبعا بديلها صدمة عشان ما تنزلش مية، دي اهم حاجة. طبعا ابتديت ان انا اقلبها وطبعا بدأ ينزل منها الصوص اللي فيه التوابل. هبدأ طبعا انزل بالبصل عشان يشرب من الخلطة دي اهو كده بالشكل ده، وابدأ ان انا اقلب. وطبعا هنزل بالفلفل وهنزل بالطماطم. ده طبعا شكلها بعد ما استوت وخلصتها. طبعا ما حطيتلهاش ولا نقطة مية. انا عندي عيش اللي هو الشامي، هبدأ احط طحينة او تومية وابدأ احط الكمية اللي انا عايزاها. وفي جريل على النار ابدأ ان انا احمرها كده من الجهتين. عندي كونزوريلا لو عايزه تحطي حطي. طبعا كان طعمها جميل جدا والوصفه كانت جميله. ويا رب الفيديو يعجبكم وجربوه. طبعا حاجه سهله وبسيطه فيها لحوم وكل حاجه، بس برضو اقتصاديه. اشوف وشكم على خير. باي.